بيطلع لي انه معك اشخاص. السلام عليكم اول شيء. عليكم السلام. ولا شخص يمي، انت اصلا ما تطلعي لي. يعني دول السلفيين ما يحبون اسم علي بن ابي طالب. صوره شايفتها طلعوها هيك بالفيسبوك، واحد سلفي هيك لحيته طويله وهاي حاطين قدام اسم الامام علي، هو يريد ينفجر. فعلا هذا الكلام موجود في معجم المناهي اللفظيه للعثيمين. العثيمين يسأل، يقولون له بعض الناس لا يحب اسم علي والحسين. سلفيه دول في السعوديه. هو يقول لهم ما يصير ما تحبون اسم علي والحسين للأمانة، لكن انت شوفي أنه هؤلاء الناس الموجودين السلفية وين وصل بهم الحال. يقول لا يحبون اسم علي والحسين، الاسم ما يحب. أخي اسمه علي الأكبر. انت تختلفين، انتم ان شاء الله ناس يعني محبين لآل البيت. في هذا شيخ أحمد حقيقة يجب أن نفرق بين السنة المعتدلة وبين الذين تتكلم عنهم، وهذا يجب في كل مرة أن يبين. يعني مثلا يدخل أحد معتدل على اللايف يجدك تقول هذا الكلام، سيقول أنت تشتمه وأنت كذا وأنت كذا. فمهم التبيان في هذا الأمر. لا ست نعم، أنا أقول السنة داقتك، أنا قلت سلفي. يعني ذول اللي يحبون البعران، ذول يشربون بول بعير، هاي اللي أقصد عليهم، اللي ما يعرف يحكي ذولا. أما السنة لا، الصوفية يعشقون أهل البيت. كثير من السنة أنا أقرأ كلامهم جدا جميل بحق آل البيت، بس بعضهم يكرهون يسألون عن التوسل شيخ أحمد. إيش بيه التوسل؟ لا أعرف، قال أخبرونا عن التوسل. طيب في صحيح البخاري عمر بن الخطاب يقول التالي، يقول كنا نتوسل إليك بنبيك، ماشي، والآن نتوسل إليك بعم نبيك. خوش، هل العبرة بعم النبي أو لأنه له صلة بالنبي؟ لأنه له صلة بالنبي، والنبي حي لو ميت. إذن كيف لا يجوز التوسل بالميت؟ 1. 2، هل الميت لا ينفع ولا يضر؟ لأن هم هاي إشكالاتهم، أنه الميت لا ينفع ولا يضر، فلماذا لا تتوسل؟ ست؟ سمعت لك هذا الحديث من قبل. إيه يابا، لا ينفع ولا يضر، أنا موافق، لكن لماذا اتخذتم قضية دفن أبي بكر وعمر عند النبي من أفضل الفضائل؟ مو النبي لا ينفع ولا يضر عندكم؟ يستطيع أحد يقول النبي لا ينفع ولا يضر؟ إذن لماذا دفنتم أبو بكر وعمر عنده؟ 3، موسى ميت أو حي؟ ميت. طيب موسى من صعد رسول الله في المعراج، ألم يقلل موسى الصلاة عندما نزل من الله وقال له 50 صلاة كثيرة ارجع إلى ربك، وراح ونزل 11 مرة. طيب هو ميت لو حي؟ ميت. فاد أمة محمد أو لم يفد أمة محمد؟ فاد أمة محمد. فبالتالي شنو المشكلة؟ نتوسل. الميت ينفع ويضر بإذن الله إذا الله أراد، لكن مو ذاتا. ما في أحد قال إن الميت ينفع ويضر ذاتا. هذا الذي نحن نقوله. فشنو المشكلة عندهم؟ شنو المشكلة؟ مشكلة في أي شيء. طيب ومن ثم هناك سؤال. هناك لا سؤال ثاني. سؤال تفضل. عمر قال إنا نتوسل إليك بعم نبيك. من الأقرب للنبي، عمه أو ابن عمه؟ العباس أسلم عند فتح مكة. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هو أصلا ما أشرك حتى يقال له أسلم. طيب لماذا لم الإسلام باب مدينة علمه وزوج ابنته وزوج بها في السماء وكل هذه الأمور. لماذا لم يتوسل عمر بعلي بن أبي طالب؟ هذا السؤال شوية مهم، أتمنى يحلوه السلفية. لماذا علي بن أبي طالب بنص القرآن أفضل من العباس؟ لماذا لم يتوسل عمر بعلي بن أبي طالب؟ تقولون يحبه وما أدري إيش وما أدري، هو يتوسل بعلي. هو السؤال سنتركهم يجيبوا عن السؤال. يعني أن التوسل جائز، هذا هو الأهمية، هذا أهم شيء في الموضوع. وفي طبعا جائز عندنا عند السنة والشيعة. أقرأ لك مثلا. يقولون شيخ أحمد
تريد أن تقرأ يعني عن يلا الموضوع؟ قبل ما تكملي تفضلي بين ما أنا أطلع يعني كيف يمدح آل البيت جدهم محمدا صلى الله عليه جميعا عليهم جميعا. اللهم صل على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه. هكذا كان يتكلم الإمام الرضا عليه السلام بحق جده رسول الله. يقول اللهم صل على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه، مو صلي على محمد. الصلاة تشرفت أن تصلى بها على النبي. الله، تشرفت هذه الصلاة. صراحة شيخ أحمد أنت بخيل لأنك لا تعطينا هذا الجمال. كتب السنة قالت، كتب السنة قالت، كتب السنة. أنا أريد أن أعرف أهل البيت ماذا يقولون. يرحم والديك يا سيف محمد على هذا السؤال. والله. وماذا يقولون أيضا؟ مثلا والله الست، أنت لو تقرأين عندك الصحيفة السجادية أكو فيها باب ذكر الإمام الرضا، ذكر الإمام السجاد إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف تكلم. وأيضا موجود في نهج البلاغة. خلينا نطلع ليش من نهج البلاغة. دعاؤه في الصلاة على رسول الله يقول هكذا: أمير المؤمنين إذا ذكر رسول الله يقول يصفه فيقول فهو إمام من اتقى وبصيرة من اهتدى وسراج لمع ضوءه وشهاب سطع نوره وزند برق لمعه سيرته القصد وسنته الرشد وكلامه الفصل. خليني أطلع كامل الخطبة لأن هذه الخطبة جميلة جدا من أمير المؤمنين إلى رسول الله. هاي مهمة جدا. هاي خطبة 93 و94 يصف بها أمير المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ليس للخلق يثبت حسن النوايا بل لرب الخلق. حتى أفضت كرمه إلى محمد صلى الله فأخرجه. اسمع يا أمير المؤمنين، يقول حتى أفضت كرامة الله إلى محمد صلى الله عليه وآله فأخرجه من أفضل المعادن منبتا وأعز الأرومات مغرسا من الشجرة التي صدع منها أنبياءه وانتجب منها أمناؤه عترته خير العتر. شوف أمير المؤمنين يصف عترة النبي خير العتر، وأسرته خير الأسر، وشجرته خير الشجر، نبت في حرم وبصقت في كرم، لها فروع طوال وثمر لا ينال، فهو إمام من اتقى وبصيرة من اهتدى وسراج لمع ضوءه وشهاب سطع نوره وزند برق لمعة وسيرته القصد وسنته الرشد وكلامه الفصل وحكمه العدل، أرسله على حين فترة من الرسل وهفوة عن العمل وغباوة من الأمم، إلى أن يصل ويقول. طبعا هو كلام هنا فيها طويل بس احنا نريد نطلع منها أهم الكلام لأن إذا نبقى نقرأ ما نخلص. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. هذه هنا نطلع البقية. شو تقولين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا اليوم صلوات الله وسلامه عليه؟ الإمام السجاد يقول وكان من دعائه في الصلاة على رسول الله: والحمد لله الذي من علينا بمحمد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم دون الأمم الماضية والقرون السالفة بقدرته التي لا تعجز عن شيء وإن عظم ولا يفوته شيء وإن لطف، فختم بنا على جميع من ذرى وجعلنا شهداء على من جحد وكثرنا بمنه على من قل. اللهم فصل على محمد آمينك على وحيك
ونجيبك من خلقك وصفيك من عبادك وإمام الرحمة وقائد الخير ومفتاح البركة، كما نصب لأمرك نفسه وعرض فيك للمكروه بدنه وكاشف في الدعاء إليك حامته وحارب في رضاك أسرته وقطع في إحياء دينك رحمه وأقصى الأدنين على جحودهم وقرب الأقصين على استجابتهم لك، ووالى فيك الأبعدين وعاد فيك الأقربين، وأدأب نفسه في تبليغ رسالتك وأتعبها بالدعاء إلى ملتك وشغلها بالنصح لأهل دعوتك، وهاجر إلى بلاد الغربة ومحل النئي عن موطن رحله وموضع رجله ومسقط رأسه ومأنس نفسه، إرادة منه لإعزاز دينك واستنصارا على أهل الكفر بك، حتى استتب له ما حاول في أعدائك واستتم له ما دبر في أوليائك، فنهد إليهم مستفتحا بعونك متقويا على ضعفه بنصرك، فغزاهم في عقر ديارهم وهجم عليهم في بحبوحة قرارهم حتى ظهر أمرك وعلت كلمتك ولو كره المشركون. اللهم فارفعه بما كدح فيك إلى الدرجة العليا من جنتك حتى لا يساوى في منزلة ولا يكافأ في مرتبة ولا يوازيه لديك ملك مقرب ولا نبي مرسل، وعرفه في أهله الطاهرين وأمته المؤمنين من حسن الشفاعة أجل ما وعدته يا نافذ العدة، يا وافي القول، يا مبدل السيئات بأضعافها من الحسنات، إنك ذو الفضل العظيم الجواد الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله الأطهار. إن شاء الله. يا علي خلينا نامون يستكنون أحسن يرتاحون، خطيب مساكين، الضرب في الميت حرام. أنا ابن علي بن أبي طالب، خادم علي بن أبي طالب، فلازم أكون هكذا. الله يقول أنا أيضا ابنته، فلماذا لست هكذا؟ العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فإذا لم أكن عندي عزة أمام هؤلاء فأنا لا أسوى شيء. هؤلاء كالأنعام بل أضل سبيلا. والأنعام كيف تعامل؟ يقول أحد علماء السنة في أبيات شعر، يقول لا تغرنك طول اللحى ولا الصور، 9 أعشار من ترى بقر. هذا من؟ صاحب كتاب البحر المحيط تفسير، والدرة اليتيمة أيضا، أو يتيمة الدهر عفوا للسيوطي، أو الثعالبي، يقول لا تغرنك طول اللحى ولا الصور، أمثال في ذولا 9 أعشار من ترى بقر، يعني 9 من 10 بقر. بالله عليك كيف تعاملين البقر؟ كيف تعاملين؟ تقية. شنو تقية؟ التقي أذى. بقرة والسلام عليكم. سنة ده يتكلمون، مو شيعة. سنة يصفون سلفية، مو إحنا. حتى النبي يعرفنا الله والسماء والأرض، يعني مو روايات عن شخص آخر، لا عن النبي. وهذا العباس يسأل النبي. هذه كلها التي أنا أتيت بها، مثلا إن الله خلق آدم على صورته، هذه من النبي، طوله 60 ذراع في البخاري. أو إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، هذه عندكم في أصح في كتاب السنن حديث صحيح. هذا اللي يرى هذه الأحاديث، القصد من أنه أنا أريد أن أقول هذه الأحاديث، أريد أن أبين أن السلفية لا يعبدون الله، إنما هم مجسمة. نريد أن نحذر الناس من هذه العقيدة حتى يأتون إلى عقيدة آل بيت محمد. افهميني، لأن إحنا عندنا كشيعة الله لا عنده شكل، لا عنده مثل ما يقول عن ذاته سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض. جميل. تعرفين يعني ليه ماهية النور في حد ذاتها صعب أن نصل إلى أصلا إدراكها، برغم حتى الغرب يشتغلون على هذا الأمر، ما معنى هذا النور ومن أين وكذا، ويعتمدون على ما عندنا ليصلوا لمعاني حقيقية.
ونحن كلام. نذهب إلى بعيد عن هذا الأمر. هذا كلامك. يقولون النور في هذه الآية يعني جسم. قطع النت شيخ أحمد، ماذا قلت؟ يقولون النور علماء النت عندك لا يصل. شنو لا يصل؟ والله خلينا نطلع ونرجع. كلامك أنت أو كلام من؟ لم أفهم. بس لحظة، خل أطلع وأرجع مرة ثانية يا إخوان.